القضية. السلام عليكم. موضوع حلقتنا هذه هو ثبات الأساس الإثني وعلاقات الأديغة بجيرانهم البيزنطيين والجورجيين والأرمن والسلاف والروس، واللي أثرت كثيرا على مسار حياتهم سياسيا وعسكريا واقتصاديا. اللغة الأثرية، ونحن دوما نعود مع الأسف إلى التاريخ ولكن هذه ضرورة، اللغة الأثرية اللي عثر عليها مؤخرا في الجبال تقول أنه الإنسان الأول ولد وعاش يعني في منطقة شمال القفقاز. الأديغة بدأ ظهورهم كقومية مستقلة أو معروفة ومميزة في القرن العاشر الميلادي. هذا طبعا لا يعني أبدا أنه لم يكن في أديغة قبل القرن العاشر الميلادي، ولكن لم يأتي التاريخ على ذكر قبائل الشراكسة أو الأديغة إلا في أول ما ذكرهم كان المسعودي اللي سماهم أتخة، أديغة، أدخة في عدة مناسبات، وكان هذا قرابة العام 943. المؤسف أنه ما فيش أدلة مكتوبة أخرى أبكر من هذا، على الأقل في حدود ما أعلم. لكن كما تحدثنا في الحلقة السابقة، أساطير النارتيين تقول، والتي رويت باللغة الشركسية، أنه الشركس كانوا موجودين بكثير أزمنة قبل هذه، وأقاموا علاقات مع جيرانهم اللي كانوا محيطين فيهم، بعضهم حتى كانوا بعيدين ولكن كان تأثيرهم السياسي يوصل إلى بلاد القفقاز. من أهم هذولا كان علاقتهم مع الإمبراطورية البيزنطية. الإمبراطور جستينيان الأول أقام تحالفات مع الأديغة، وكان دائما عنده قوة من الأديغة تحارب إلى جانبه، وكان يعتبر نفسه فارس من فرسان الأديغة، وكثيرا ما أشرك هذه القوات في حروبه. العلاقات الجورجية في الحقيقة بسبب الجوار وبسبب القرب غاية في التعقيد. ذكرت كثير من المصادر أنه القياصرة الجورجيين كانت لهم غزوات في بلاد الشراكسة، وكانت لهم يأخذون الأتاوات من الخيل والأغنام وإلى آخره. ولكن أيضا صار في تداخل اجتماعي، بحيث أن بعض المؤرخين يقولون بأن بعض القبرديه، عائلات القبرديه مثل أنزوروف وكارتوليف وإنداروف وإرستوبوف، هذول أصلهم جورجي، ولكن بصراحة أنا لا أعرف دليل قطعي على صحة هذا التوجه، لكنه غير مستبعد بسبب الصلات التي كانت قائمة. وهناك من المؤرخين من يقول أن بعض القياصرة الجورجيين كانوا من أصل شركسي. بكافة الأحوال كانت العلاقات مستمرة وموجودة، ولو لم تكن دائما علاقات صداقة وأخوة. الناحية الأخرى اللي تقرب فيها الجورجيين من الشراكسة عفوا من الأديغة كانت الناحية الدينية، بسبب مسيحيتهم. وقبل دخول الشراكسة في الإسلام كانوا دائما يحاولوا أن يرسلوا
بطاركة ورجال دين من عندهم إلى بلاد الشراكسة لإثبات التأثير والنفوذ الجورجي ضمن المنظومة الشركسية. بعد ذلك نأتي إلى علاقتهم بالأرمن. لما سقطت عاصمة الأرمن مدينة آني على يد السلاجقة في القرن ال11، هجر كثير من الأرمن بلاد أرمينيا وجاءوا إلى منطقة البحر الأسود على الشواطئ، وما زالوا إلى الآن موجودين بأعداد صراحة غير محصورة. لكن حتى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سمعنا عن كثير من المهجرين أو المهاجرين الأرمن اللي كانوا موجودين في أمريكا وفي أوروبا أنهم جاءوا واشتروا أراضي في على سواحل البحر الأسود وحتى إلى منطقة القبردي. نأتي إلى علاقة الأديغا بالسلاف. هذه يمكن بالسلاف والروس تأتي في مرحلة شوي متأخرة، لأنه لم يقم الدليل على وجود علاقات قبل القرن الخامس الميلادي. كانوا يأتوا إلى السواحل ويحاولوا أن يقيموا مستعمرات هناك، ونجح بعضهم مثل الأمير مستيسلاف في إقامة مركز تجاري وعسكري في منطقة القرم. لكن على ما يبدو أنه كانت العلاقة دوما يشوبها التوتر بسبب رغبة الروس منذ ذلك التاريخ المبكر في السيطرة على أراضي الأديغا، وهذا طبعا لم يخلق جو ودي. بالنسبة لعلاقات الأديغا مع الروس لم تكن فقط عسكرية، مع أنه يعني هناك من يقول أنه كانت في متطوعين ومرتزقة من الأديغا يعملوا مع الروس إلى آخره، لكن ما ثبت أنه في يعني كان في تأثير كبير لهذه العلاقات. أهمية ما أردت أن أثبته في هذه العلاقات هو أنه كل هذه العلاقات وكل الاتصالات التي حصلت بين الشراكسة الأديغا وبين هذه القوميات التي جاورتها أو حاولت أن تغزوها وإلى آخره لم تؤثر مطلقا لا على الخلق الشركسي ولا على العادات الشركسية، ولم يحصل ذلك الاختلاط الاجتماعي الذي يؤدي إلى إزاحة العرق الإثني أو إلى التأثير على نقاء العرق أو صلابة العادات أو التقاليد، لأنه كانت بقيت العادات الشركسية والتقاليد على تميزها برغم كل هذه الاحتكاكات، خلينا نقول، أو برغم كل التداخلات اللي حصلت وكل العلاقات الجيرة والتداخلات اللي مروا فيها الشراكسة أثناء تاريخهم القديم. هذا بيضع أمامنا حقيقة، وهي أنه كان في غزوات من قبل الأديغا إلى مناطق حتى وصلوا يقال في بعض التقارير التاريخية إلى نهر الفولغا شمالا، وهذا طبعا مثبت في كثير من المصادر، إلا أنه لم تكن لهذه الأعمال صفة الدوام. بقيت بلاد الأديغا حكرا على أهلها، وبقي النقاء العرقي مسيطرا بدرجة كبيرة جدا، على الرغم من احنا الآن في عندنا بعض الأدلة على التنوع الإثني
عند الشراكسة، ولكنها ليست كثيرة، إذ بقي الشراكسة على ما هم عليه من النقاء العرقي. وأوضح ما يمكن أن نستشفه في هذا المقام هو اللغة الشركسية. اللغة الشركسية متفردة بطريقة عجيبة، يعني لا نستطيع مثلا أن ننسبها إلى أي لغة أخرى، مع أنه اللغة الأبخازية قريبة منها، واللغة الشيشانية كما يقال مشتقة من نفس الجذر، ولكن اللغة الشركسية تبقى على تميزها وتبقى على فرديتها، وإلى درجة يعني تنفي حصول أي تشويش عليها، أو خلينا نقول تداخلات، فيما عدا الآن يعني في الوضع الحالي نجد أنه بعض المفردات الشركسية تأثرت بالمفردات الروسية، وهذا طبعا فرضته طبيعة الاحتلال الروسي. أكتفي بهذا القدر وأشكركم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.